السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة هتعرفي 5 أسباب رئيسية تخلي بنتك تدور على الحب بره البيت. أول حاجة الشجار بين الوالدين أو الاختلاف الدائم بين الوالدين، وده بيخليها تفقد ثقتها في الأم وفي الأب. مش دول اللي ينفع أقول لهم أسراري. ثانيا بتحس إن هي مش لاقية الحب ولا الحنان ما بينكم، فبتبدأ تدور على الحب والحنان مع أي حد بره، كبير عنها صغير عنها، المهم إن هي تلاقي اللي بتدور عليه، كلمة حلوة ونظرة حلوة وحد يقول لها بحبك. وانتوا طبعا في وسط الشجار اللي بينكم والنفسية المتوترة والاضطرابات بين الزوج والزوجة، محدش بيبقى فايق يسمع الولاد كلمة حلوة. فأنا مش مشكلتي، هبدأ أدور عليها بره لحد ما ألاقيها. أما السبب التاني والمهم الأم العصبية والأب العصبي. ليه بدأت بالأم؟ لأن الأم هي أقرب حد للبنت، المفروض إن هي بترتاح لها وبتقول لها أسرارها، أكتر وقت بتقعدوا معاها في المطبخ بيدردشوا بيتكلموا. فالأم العصبية ما بتسمعش للآخر، الأم العصبية ما بتقولش رأي حكيم، لأن هي بتبقى بتحكم بمشاعرها، بتحكم بعواطفها، بتحكم بعصبيتها. فالبنت ما بيعجبهاش الحكم ده، واحدة واحدة بتبطل تاخد رأيها في أي حاجة وتبعد عنها، وبتتكون الفجوة بين الأم العصبية وبين البنت. أما السبب الثالث لبحث البنت عن الحب بره البيت وهو تسلط الإخوة الكبار. أحيانا البنت بيبقى فوقها أخ أو أخت أو 2 أو 3 أكبر منها، روحي هاتي ودي شيلي، أنت عملتي أنت ما عملتيش، اعدلي هدومك، خدي تعالي هنا. ده فضلا عن الشكاوى اللي بتتصعد للأب والأم من البنت دي عملت دي سوت، الأب والأم يعاقبوا من غير ما يرجعوا ولا يسمعوا رأيها. فعدم السماع لرأيها وتلاقي بره حد بيسمع لها، ده برضو سبب من الأسباب. في سبب مهم جدا لاندفاع البنت للبحث عن الحب بره البيت. احيانا البنت ما يكونش ليها نصيب قوي في التحصيل الدراسي، تكون مثلا من ذوي صعوبات التعلم ومحدش يهتم بيها ولا حد دور على مستواها الدراسي، فبتعوض التدني في التحصيل الدراسي بأي حد يقول لها انت حلوة انت جميلة. بتبدأ تبحث عن حد يديها ثقة في نفسها، علشان هي حصل لها تدني في تقدير الذات نتيجة انخفاض مستواها الدراسي، فبتعمل عملية تعويض. السبب الخامس اللي انا لاحظته من خلال الاستشارات ان الام بتبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله، والاب والبيت ملتزم وجميل جدا، لكن الاوامر شديده وصارمه جدا. بيحصل مثلا كبت لطفولتها وهي صغيره، بتلبس الخمار او احيانا بتلبس النقاب من تانية او من تالتة ابتدائي، تبقى لسه صغنونه كده، وبعدين يحصل لها بقى تعليمات في كل لحظه، ده حرام وده حرام وده حرام وده حرام. وصلت ان بنت من البنات كانت بتنزل في الاسانسير وهي لابسه زي الفل، تروح مطلعه خصله الشعر من الطرحه ومطلعه حزام من الشنطه رابطه بيه وسطها وبعد الميك اب الخفيف. الام اكتشفت ده بعد فتره طويله، وهي بتبص فجاه كده من البلكونه لقت البنت حال غير الحال تماما. طيب تعمل ايه الام لو اكتشفت ان بنتها على علاقات مع ولد او اولاد؟ لان احيانا الموضوع بيمتد لولد واثنين وثلاثة واربعة، عناد مع الام، والام تكتشف على الموبايل كوارث لا حصر لها، لدرجة ان فيه صور وفيه فيديوهات وفيه شات خارج وفيه حاجات سيئة جدا جدا لا تتخيليها من بيوت ملتزمة وناس على قدر عالي جدا من الالتزام. ويا سلام بقى لو البنوتة دي في سن مراهقة واتلمت على شوية بنات صحبة غير صالحة، بسرعة بتعمل زي الإسفنجة، بتاخد كل صفاتهم وطريقة كلامهم ومعرفتهم بالولاد وبتتجرأ بشكل يصدمك، من طفلة كيوت هادية خجولة جميلة بريئة لحد متمرد بيرد وبيصد وصوت عالي. علشان كده كأمهات محتاجين نراجع نفسنا مع أولادنا ونقرب منهم ونصبر عليهم ونفهمهم، لأن الضرب والعقاب ما بيفهمش حد، ما بيديش مفهوم بقدر ما هو ألم نفسي. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.